بتبدأ تذاكر ألماني بتقف في نص الطريق وبتحس ان الطريق صعب وان انت مش عايز تكمل، وانت اصلا ما كملتش حتى شهر، فايه اللي خلاك تقف وتستسلم من قبل ما تبدأ؟ في فيديو النهارده هقولك ازاي تبدأ تتعلم ألماني ومش تذاكره، عشان في فرق كبير. وسايبه لكم مفاجأة في اخر الفيديو، فما تنسوش تكملوا للآخر. لو ما تعرفنيش فانا مروه هشام، متعلمة للغة الألمانية. بدأت أتعلم ألماني من وأنا في جونيور 2 وأنا في المدرسة. كان مادة تقيلة على قلبي وأنا ما كنتش بحبه خالص، لحد ما غيرت مدرستي. فضلت 2 مش بذاكر ألماني خالص، وساعتها بدأت أفتقد اللغة الألمانية. على الرغم إني كنت بكرهها، بس كنت بقى مميزة في المجتمع اللي أنا فيه. كل اللي حواليا كانوا بيتعلموا وبيتكلموا فرنش، بس أنا كان معايا أساسيات اللغة الألمانية. وساعتها بدأت أفتح كتب الألماني بتاعتي زمان وأراجع على كل اللي كنت باخده. وفي اللحظة دي حسيت ان انا بدأت احب اللغة علشان بتخليني مميزة، وفهمت ان رحلة دراسة اللغة دي مش رحلة مذاكرة، لا دي رحلة تعلم واكتساب. تعالوا اقول لكم ازاي تدرسوا الألماني وانتم بتحبوه وتعيشوا الرحلة باستمتاع من غير ولا زهق ولا ملل. اولا انت محتاج يكون معاك الاساسيات، يعني ازاي تعرف تقرأ الحروف، ازاي تنطقهم، الالوان، الارقام وهكذا. لو انت معاك الاساسيات يبقى خير وبركه. لو انت مش معاك تعالى اقولك تعمل ايه. افتح موقع VHS وهتلاقي كورس عليه اسمه ABC Deutsch. هتلاقوني سايبه لكم اللينك بتاع الموقع تحت في الديسكريبشن. وفي الكورس دوت هتعرف فيه اساسيات كافيه جدا، وبكده تكون انت دخلت مستوى A1. وخليكم فاكرين ان ديت رحله تعلم، يعني استمتعوا بالدراسه، كرروا الكلمات اللي بتتعلموها في يومكم، استخدموها كتير، وكل خطوه بتتعلموها افرحوا، ديت حاجه جديده انتوا بتتعلموها مش كل الناس تعرفها. تعالوا بقى ندخل في الجد. اول لما البيبي بيتولد مش بيجي الدنيا عارف او مذاكر اللغة، هو بيبدأ يسمع ناس غريبة بتقوله قول ماما، بابا، وهكذا لحد ما واحدة واحدة بيبدأ يتكلم اللغة من غير ولا ورقة ولا قلم. اخدتوا بالكم؟ عشان كده الاستماع جزء لا يتجزأ من تعلم او دراسة اي لغة. طيب لو انا لسه مبتدئ في الألماني هسمع ايه؟ تعال اقولك. بيكون في بودكاست بسيطة ومخصصة لمستوى A1، زي مثلا Coffee Break German أو Slow German. وبرضو Easy German عندهم بلاي ليست كاملة على اليوتيوب مخصصة لمستوى A1، ودي هتكون مناسبة جدا ليك لو انت لسه بادئ في اللغة. وفي برضو فيلم ناكوس فيج ودوت متقسم لمستويات، هو من A1 لحد B1. هيفيدك بشكل قوي لو انت اتفرجت عليه. هتلاقيه على موقع دويتش فيلر، وهتلاقي برضو كل جزء متقسم لأجزاء علشان تستفيد بيه أكبر استفادة. وبرضو علشان أمارس التحدث والكتابة، فكل جملة أو عبارة جديدة أنا هسمعها هكتبها في الكراسة بتاعتي، وهحاول أرددها بنفس الطريقة اللي أنا سمعتها بيها. وبكده انت جمعت كلمات وجمل وعبارات جديدة هتقدر ترجع لها بعدين. وعشان تقوي حصيلتك اللغوية فانت محتاج القراءة علشان تزود حصيلتك اللغوية بكلمات جديدة. ارجح قوي ابلكيشن Deutsch lesen und hören، هو تقريبا مش باين، فاللي هو دوت علشان بيبقى فيه مستويات متقسم على حسب مستواك، عشان لو انت لسه مبتدئ فهتلاقي حاجة تناسب مستواك. وكمان بيبقى فيه جزء هيرن وعشان يساعدك على الاستماع، وبيبقى مترجم كده بالانجلش تحت كل قطعة بيبقى مترجم تحتها. طب انا حاسس اني هتوه ومش عارفه انظم كل دوت لوحدي. لا تقلق يا صديقي، في طريقة لطيفة جدا ممكن تستخدمها. فاكر الموقع اللي قلت لك عليه في الاول اللي هو اسمه VHS؟ بعد ما تخلص كورس الاساسيات اللي هو ABC Deutsch، بعديه هتلاقي كورس A1 وبعديه A2 وغيرهم من الكورسات التانية. لو انت مش ماشي تبع كتاب معين او منهج معين، فانصحك جدا انك تمشي مع الموقع دوت او يكون الاساس بتاعك. مش هتروح تمتحن بيه يعني يبقى الشهادة تبع الموقع دوت، بس ده كحاجة مبدئية. وطبعا اوعى تنسى انك تستخدم كل التكنيكس وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول. كل رحلة فيها خطوة، واول خطوة هي دايما اصعب خطوة. وعشان تعرف تعدي اول خطوة فانت محتاج تعمل حاجتين: اشتغل وما تشغلش. اشتغل على نفسك وما تشغلش نفسك بأي حاجة تانية، إن كان هتتعلم في قد إيه، ولا هتتعلم اللغة الألمانية في كام شهر، ولا أنا مستواي اتحسن أكتر من امبارح وبقيت أحسن من امبارح ولا لأ. ومن قبل ما تبدأ أهو وأنا بقولك هيجي عليك فترة وهتحس باليأس. أنا مش بحبطك، أنا بحذرك،
لان مش هيكون عندك دافع انك تكمل في دراسة اللغة. وخليك دايما اقوى من نفسك، واختار السعادة الابدية مش السعادة اللحظية، وخليك قد التحدي. هختم الفيديو بهدية ليكم، هو جدول هيساعدكم تتابعوا كل يوم انتم ذاكرتم كل اجزاء اللغة ولا في حاجة وقعت منكم، وايه هو اللي واقع منكم ومحتاجين تركزوا عليه اكتر. بس كده، das war alles. Tschüssi tschüssi.